الانديه. خلاص لجنه التخطيط بالنادي الاهلي قررت ان هي تتعاقد مع مهاجم اسم لامع جدا في مجال كره القدم العالميه. في 3 لاعيبه على رادار لجنه التخطيط بالنادي الاهلي، والثلاث لاعيبه من امريكا اللاتينيه، من نفس القاره، من قاره واحده. واللي هيختار اللاعب اللي هيتم الاتفاق معاه هو مارسيل كولر بس. مفيش حد هيتدخل في اختيارات مارسيل كولر، وخصوصا في حته المهاجم. لجنه التخطيط عارضه 3 لاعيبه على كولر، وهو لوحده هو اللي هيتخذ القرار في هذا الامر. وبنسبة 90 أو 99% في يناير في 2 محترفين في النادي الأهلي هيتركوا النادي الأهلي لأسباب فنية. كولر مش عايزهم معاه في الفرقة ومش محتاجهم الفترة اللي جاية دي بنسبة 99%. قائمة النادي الأهلي هتخلو من 2 محترفين حاليا معانا في القائمة، وده لأسباب فنية بحتة كولر وحده هو اللي عارفها. تعالوا نروح للدوري المصري ونشوف اتحاد كرة القدم المصرية ازاي بيعاند النادي الاهلي، وازاي بينفذ او بيخطط مؤامرة للمرة الثانية على التوالي عشان يحرم النادي الاهلي من ال3 نقط امام البنك الاهلي. يعمل ايه؟ كلنا عارفين نادي الاتحاد السكندري اما اخذ نقطه من النادي الاهلي، وده كان السبب الوحيد فيها ان النادي الاهلي بدل ما يلعب على استاد القاهره، استاد المربع، الاستاد الكبير الواسع اللي النادي الاهلي ولاعيبته بيحبوه وبيحبوا يخلقوا فيه مساحات بيلعبوا فيه براحتهم، اتحاد الكره نقلوا على استاد السلام. عشان كده كان بسهوله وباريحيه نادي الاتحاد قفل وقدر يقفل امام النادي الاهلي وخطف نقطه، او كان هيكسب المباراة ويخطف ال3 نقط للمرة الثانية. وعلى التوالي الاتحاد الكرة المصري بيعاند النادي الاهلي وبيرضه بينقل مباراته امام البنك الاهلي اللي كان مقرر لها تتلعب يوم الاحد في استاد القاهرة الدولي الى استاد السلام مرة ثانية بحجة ان التراك بيتصلح. طب يا بيه، الاهلي مش او اللاعيبة مش عايزة التراك، ما تدخلش جمهور ولعب النادي الاهلي في الملعب، هم عايزين النجيلة بس. لا ما ينفعش. طب ما النادي الاهلي كان بيلعب عليه اول امبارح، ونادي الزمالك كان بيلعب عليه امبارح. لا، هيئه استاد القاهره الدولي رفضا مطلقا بان النادي الاهلي يلعب عليه مباراه البنك الاهلي. دي مؤامره دنيئه بتتنفذ للمره الثانيه وعلى التوالي للنادي الاهلي. ده حد قولهم، ده حد قول اداره او مجلس اداره النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي هيلعب يوم الاحد الجاي مع البنك الاهلي على استاد السلام. تعالوا بقى نتكلم في خناقه امام عاشور ومحمد الشناوي. خناقه امام عاشور ومحمد الشناوي. بس قبل ما اقول لكم تفاصيل الخناقه بالكامل، يا ريت تعمل لايك للفيديو ويا ريت تعمل متابعه للبيج. بعد مباراه الاهلي واستاد ابيجان اللي اتلعبت في استاد القاهره واللي خلصت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 4-2، كلنا شفنا امام عاشور في الملعب والكاميرا جت عليه بان هو زعلان وغضبان ومتضايق وبيهمهم مع نفسه كده بكام كلمه. طبعا كان نفسه يلعب وكان نفسه يضيف للفرقه. بعد ما انتهاء المباراه مباشره اللعيبه توجهت الى غرفه خلع الملابس، وامام عاشور دخل مع اللعيبه الاوضه. في غياب كابتن محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الاهلي، بدأ امام عاشور يبرطم ويقول كلام ملوش لازمة انه يتقال، وكنت عايز العب، هو ما لعبنيش ليه، هو وكان اللوم على مارسيل كولر في تواجد كابتن محمد الشناوي. طبعا هو الكابتن، كابتن الفرقة، قال زعق وقال خلاص نسكت، صوت، نركز، خلاص الموضوع خلص. فطبعا امام عاشور ما عجبوش الكلام، قال له انت بتزعق لي ليه؟ ما تزعقليش، انت هتعملهم عليا، والكلام ده كله بقى ايه الكلام اللي ملوش لازمه يتقال ده. فطبعا محمد الشناوي لاعب عاقل ما ردش عليه، والكلام والموضوع كله برمته وصل للكابتن محمد رمضان اللي بعت امام عاشور، بعت له تاني يوم وقال له تعالى لي مستنيك في مكتبي. فراح له امام عاشور وبلغه الكابتن محمد رمضان بالغرامه الموجعه القويه جدا اللي اقر بها مجلس اداره النادي الاهلي على امام عاشور. ومبلغ غرامته قد كاد ان تصل الى مليون جنيه. مليون جنيه دي قيمه غرامه امام عاشور على اللي عمله في اوضه خلع الملابس بعد مباراه الاهلي واستاد ابيجان. ده اللي حصل بالتفصيل
عشان عقوبة امام عاشور وخناقته مع محمد الشناوي. يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وفي النهاية شكرا لكم والسلام عليكم.